السلام عليكم. في يوم عادي شاف سكان قرية وولبيت طفلين لون بشرتهم أخضر، وما كانتش دي الحاجة الوحيدة الغريبة. كانوا بيتكلموا لغة مش مفهومة ولبسهم غريب، وحتى الأكل رفضوا ياكلوا. هنتكلم النهاردة عن قصة أطفال وولبيت الخضر، وهنتعرف على التفسيرات اللي حاولت تفسر القصة. هل هم فضائيين ولا من سكان جوف الأرض ولا من عالم موازي، ولا في تفسيرات تانية ممكن تكون منطقية؟ وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم براند. في القرن ال12 في انجلترا في عهد الملك ستيفن ما بين سنة 1135 و 1154، واللي كانت فترة حكمه كلها صراعات وفوضى. وقصة النهاردة حصلت في قرية وولبيت في مقاطعة سوفلوك، وكانت في الصيف وقت الحصاد. وكان القرويين بيجمعوا المحصول، وفجأة شافوا من بعيد طفلين، ولد وبنت اخوات، شكلهم غريب وهم بيزحفوا من حفرة مخصصة لصيد الذئاب. والقرية دي كانت معروفة باصطياد الذئاب. الطفلين كان لون بشرتهم أخضر، وكانوا بيتكلموا لغة مش مفهومة للقرويين، وكانت اللغة مش شبيهة بلغة أي دولة من الدول اللي حواليهم. وحتى لبسهم كان لونه غريب ومن مواد مش معروفة. والطفلين من أول ما ظهروا كانوا بيعيطوا باستمرار، وراح القرويين للطفلين وهم مستغربين، وبدأ الطفلين في الهرب لحد ما قدروا يمسكوهم وأخدوهم على بيت ريتشارد ديكالني، وكان قاضي وأكبر ملاك الأرض في القرية، وكان عايش في مكان قريب. واتجمع أهل القرية حوالين شبابيك البيت علشان يشوفوا الطفلين لما كان ريتشارد ديكالني بيحاول يكلمهم. واعتقد ريتشارد إن الطفلين مصبوغين بلون أخضر، فمسك إيد البنت ودعكها، لكنه لقى لونها فضل زي ما هو، وبعدت البنت وهي بتعيط من الخوف. وقدم لهم أكل من أنواع مختلفة، لكنهم ما أكلوش منه أي حاجة، وأخدوا العيش والفاكهة في إيديهم وهم مستغربينهم، وكأنهم بيشوفوا الحاجات دي لأول مرة. ولما كانوا عند ريتشارد كان بيدرس ملامح الطفلين، ولقى إن ملامح الطفلين طبيعية وعادية، ولكنها بتميل للملامح الزنجية، وعيونهم غائرة لوزية. وفضل الطفلين في بيته لمدة 5 أيام من غير ما ياكلوا، وبدأ يظهر عليهم الضعف الشديد، ووزنهم قل، وما كانش عارف ريتشارد إيه الأكل اللي ممكن الطفلين دول ياكلوه. لحد ما في يوم جاب بعض القرويين فاصوليا خضراء، وأول ما شافوها انقضوا عليها وأكلوها بشراهة. والظاهر إن الفترة اللي ما أكلوش فيها كانت مضرة لصحة الولد، ومع إنه كان بياكل الفاصوليا باستمرار، لكنه فضل يضعف لحد ما مات بعد شهر واتدفن في مقبرة القرية. طيب إيه اللي حصل للبنت؟ البنت كبرت وبقت خادمة في بيت ريتشارد ديكالني، وبدأت تتعود على أكل أنواع مختلفة من الأكل، فبدأ لون بشرتها الأخضر يختفي. ده غير إنها اتعلمت اللغة الإنجليزية، ولما قدرت إنها تتكلم بدأ يسألها ريتشارد عن قصتها، هي جت منين هي وأخوها. وقالت قصة غريبة جدا عن وطنهم، أسطورة أرض القديس مارتن. البنت اللي اسمها أجنس باري قالت إن هي وأخوها جم من مكان اسمه ساند مارتن، لكنها مش متأكدة إزاي وصلت لقرية وولبيت. قالت إن هي وأخوها في يوم كانوا بيرعوا الغنم في الحقول، وكانوا مستمتعين، وفجأة سمعوا صوت عالي جدا زي صوت الأجراس اللي اتعودت تسمعه في سانت إدموند، فوقفوا يسمعوا الصوت في إعجاب. ولكنهم فجأة لقوا نفسهم في قرية وولبيت في الحقول وقت الحصاد، وإنهم كانوا خايفين من الشمس ومن القرويين اللي جروا عليهم عشان يمسكوهم، لحد ما أخدوهم لبيت ريتشارد. ولما سألوها عن بلدها قالت إن بلدها كانت مسيحية، وكان عندهم كنايس بس مختلفة عن الموجودة في إنجلترا. وقالت إن أرضهم مش بتشرق الشمس فيها، وقالت بإن أرضهم مضاءة بنور الغسق، وإن كل حاجة في أرضهم لونها أخضر، وإنهم بيشوفوا بلد تانية اسمها أرض النور، وهي أرض مضاءة بنور دايم، وهي قريبة من بلدهم، ولكن بيفصلهم نهر كبير جدا. ده كل اللي قالته البنت، أو ممكن يكون ده كل اللي تعرفه. وعاشت لحد ما وصلت سن الشباب، وكانت مميزة بالعفوية والبدائية. واتقال إنها اتجوزت واتقطعت كل أخبارها، واتقال إنها اتجوزت وبعدها ماتت واتدفنت جنب أخوها. طيب عرفنا القصة، والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي وأكيد أغلبكم بيسألوا، هي القصة دي حقيقية ولا خرافة وأسطورة من أساطير العصور الوسطى؟
القصة دي ليها مصدرين. المصدر الأول كتاب اسمه تاريخ الشؤون الإنجليزية، ومؤلفه ويليام نيوبورغ، وهو راهب ومؤرخ إنجليزي. وبيقول المؤرخ بكل وضوح في كتابه بأنه حكى القصة دي لما استجوب بالشهود، وقال إنه نقل الكلام ده من مجموعة من الشهود الموثوقين. والمصدر التاني كتاب اسمه تاريخ إنجلترا، ومؤلفه رالف منكوجيشال، وهو رئيس دير. ومفيش اختلاف كبير بين الروايتين، لأن الاتنين كانوا معاصرين للوقت اللي حصلت فيه القصة. ولكن كاتب الكتاب التاني اللي هو رالف بيقول إنه سمع القصة من ريتشارد نفسه ومن أفراد عيلته. وفي اختلاف تاني بين إزاي وصل الطفلين لقرية وولبيت، فهو بيقول إنهم كانوا بيرعوا حيوانات أبوهم وسمعوا أجراس جاية من كهف، وراحوا للكهف عشان يشوفوا الصوت جاي منين، وضاعوا جوه الكهف. وبعد كده خرجوا من الناحية التانية من الكهف ولقوا نفسهم في قرية وولبيت. وطبعا قصة غريبة جدا، فلازم يكون ليها محاولات كتير لتفسيرها. هنتعرف على التفسيرات دي علشان نحاول نوصل للتفسير المنطقي. التفسير الأول، فضائيين من كوكب المريخ. أصحاب التفسير ده بيقولوا إن الجلد الأخضر للأطفال واللبس الغريب اللي لونه غريب ومن مواد مش معروفة والكلام اللي مش مفهوم، كل ده دليل على إنهم جم من الفضاء الخارجي، وبالتحديد من كوكب المريخ الكوكب البارد، وده سبب لونهم الأخضر. والنظرية دي اتقالت أول مرة في القرن ال17 لما كتب روبرت بيرتون في كتابه إن أطفال وولبيت الخضر سقطوا من الجنة. ومع إن مفيش دليل يدعم النظرية دي، لكن في تشابه بين قصة أطفال وولبيت الخضر والأوصاف الحديثة للفضائيين على إنهم أشخاص خضر صغيرين، ولكن ده برضو مش دليل. التفسير التاني، سكان جوف الأرض، ولنفس الأسباب اللي هي اللون الأخضر واللبس الغريب والكلام اللي مش مفهوم. أصحاب التفسير ده بيأكدوا إن الطفلين من سكان جوف الأرض، وإنهم طلعوا من فتحة في الأرض بالغلط. التفسير الثالث، عالم موازي. أصحاب التفسير ده قالوا إن في عوالم تانية موازية لعالمنا، وإن الطفلين وقعوا بالغلط من دوامة فضائية من العالم بتاعهم للعالم بتاعنا. التفسير الرابع، الفلكلور الشعبي. إن القصة تكون واحدة من قصص الفلكلور الشعبي اللي بيتم فيها مزج الحقيقة بالخيال، أو إن القصة تعرضت لمبالغات وخلط الناس الحقيقة بالخيال والأساطير. ده غير إن في بيعتقدوا إن القصة ما حصلتش من الأساس، ولكن ويليام نيوبورغ اللي سجل قصتهم قال كل واحد يقول اللي هو عايزه، والعقل بيحكم على الأمور دي حسب قدراته، ولكن أنا مش ندمان على تسجيل حدث مذهل ومعجزة زي ده. وبالنسبة للتفسيرات الخاصة بلون البشرة، التفسير الخامس، التسمم بالزرنيخ. أصحاب التفسير ده بيقولوا إن ممكن يكونوا تسمموا بالزرنيخ وتسابوا يموتوا، وده يفسر لون بشرتهم الأخضر. التفسير السادس، مرض فقر الدم، جرين سيكنس. أصحاب الرأي ده بيقولوا إن ممكن يكون الأطفال كانوا مصابين بنوع من فقر الدم، جرين سيكنس، واللي بسببه بتظهر بقع خضراء على الجلد، ولكن بتختفي البقع واللون بعد زوال المرض. وده بيتم من خلال تغيير النظام الغذائي، وده اللي حصل مع البنت لما تعودت تاكل أنواع مختلفة من الأكل واختفى لونها مع مرور الوقت. وممكن ده يكون أقرب تفسير للون البشرة. أما التفسيرات الخاصة باللغة الغريبة واللبس، التفسير السابع، فلمنجيين. كتبت صحيفة المملكة المتحدة التاريخية إنهم ممكن يكونوا أولاد مهاجرين فلمنجيين اتقتلوا على إيد الملك ستيفن أو الملك هنري الثاني، وإن اللي اعتبروا الكرويين في وولبيت كلام مش مفهوم هي كانت اللهجة الهولندية، وإن ضوء الشفق اللي وصفته البنت هو ظلام غابة سيدفورت القريبة. ولكن حتى التفسير ده مش منطقي، لأن في القرن ال12 كان في طرق شحن مهمة بين بريطانيا العظمى والبر الرئيسي، وده معناه إن أكيد في ناس بيتكلموا اللهجة دي يكونوا مروا من قرية وولبيت، وكان يقدر الكرويين يتعرفوا عليها. ده غير إن ريتشارد زيكالني كان قاضي ومثقف، فلو كلامهم كان باللغة الفلمنجية أكيد كان هيعرف. التفسير الثامن، خدم. إن الأطفال كانوا مجرد خدم أو أبناء خدم هربوا من سيدهم في قرية قريبة من قرية وولبيت وراحوا لقرية وولبيت، لكن ده مش هيفسر اللبس الغريب ولا الكلام اللي مش مفهوم. ولكن التفسير النهائي للقصة لحد دلوقتي لسه مش معروف، فهي لغز لسه ما اتحلش بشكل نهائي. كل التفسيرات كانت مجرد محاولات لحل اللغز الغامض. ومع إن القصة من العصور الوسطى، لكنها موجودة في الفلكلور الإنجليزي خاصة، وإن شعار قرية وولبيت لحد النهاردة
بتصور القصة والطفلين. عرفوني في التعليقات ايه رأيكم في القصة، تفتكروا هي قصة حقيقية ولا مجرد خرافة وأسطورة من أساطير الفلكلور الإنجليزي؟ ولو حقيقية فايه التفسير الأقرب للحقيقة؟ هل هم من سكان جوف الأرض ولا من عالم موازي، ولا يكونوا من الفلامينج ولونهم الأخضر هل هو بسبب فقر الدم ولا يكون في سبب تاني؟ عرفوني رأيكم في التعليقات، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبولنا برضو في التعليقات. شكرا على المشاهدة، مستنية آرائكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول.